حقائق وأرقام بعد الصدام. الجزائر تفوز على السعودية للمرة الثانية في التاريخ بعد قرابة نصف قرن، أي من الفوز الأول منذ جانفي 1976. أعتذر عن منشور البارحة والذي قلت فيه بأن الجزائر لم تحقق أي فوز على السعودية. بيتكوفيتش يحقق الفوز رقم 15 في 20 مباراة، بالإضافة إلى 3 تعادلات وهزيمتين، وسجل معه المنتخب 51 هدفا مع تلقي 19 هدفا. حقق منتخبنا الفوز الرابع تواليا والثامن في 2025 من أصل 10 مباريات. حقق الخضر الفوز رقم 101 تاريخيا في المباريات الدولية الودية في 166 مباراة، أي 74 تعادلا و91 هزيمة. سجلت الجزائر هدفين على الأقل في 16 مباراة من أصل 20 في عهد المدرب البوسني. محرز يسجل الهدف رقم 50 للجزائر في عهد بيتكوفيتش، وهو الهدف الشخصي رقم 34، منها 28 بالقدم اليسرى والخامس من علامة الجزاء. رفع رياض مساهماته الدولية إلى 70 مساهمة، 34 هدفا و36 تمريرة حاسمة في 108 مباراة. سجل بلغالي هدفه الدولي الأول في مباراته الدولية الرابعة، وهو اللاعب رقم 16 الذي يسجل مع بيتكوفيتش بعد عمورة 13 هدفا، غويري 6 أهداف، بونجاح 5 أهداف، بنزية 4 أهداف، محرز وماندي وبالرحمة وعوار وحجام 3 أهداف، براهيمي بن سبعيني بن طالب زرقان بن ناصر وبليلي هدف واحد.